اليوم غادي نشوفوا قصص حقيقيه للناس اللي وثقوا اللحظات ديالهم الاخيره من حياتهم بلا ما يعرفوا. فشنو القصه ديال كل واحد من هاد الفيديوهات؟ تبعوا معايا الاخر باش نعرفوا الاحداث اللي وقعوا مع هاد الناس. سنة 2018 في مدينة دالاس بولاية تكساس، واحد البنت صغيرة عندها 12 عام بطلة في الرياضة التشجيع، كانت كتوثق راسها بفيديو هي كتقاد شعرها وكتوجد لراسها لواحد المسابقة، ومسكينة كانت باينة عليها فرحانة ومتحمسة لهاد المسابقة. وهنا في الفيديو كنشوفوها وهي كتدوي بشوية باش ما تفيقش والديها. ولكن البنت اللي ما كانتش عارفاه هو انه الدار اللي ساكنه فيها كانت فيها تسربات ديال الغاز اللي الشركه مسؤوله عليها وما صلحتهاش مزيان. وفجاه وهاد البنت وهي كتدوي كيبان لنا الضوء مجهد والشرارات، ومن بعد كيبان لنا غير الظلام. وهنا كنسمع واحد الانفجار دمر الدار كامله ما خلى فيها والو. وللاسف البنت الصغيره اللي بايدواي سميتها ليندا فارقت الحياه، ولكن لحسن الحظ ان والديها نجاو من الموت، ولكن مشات لهم بنتهم الصغيره. وفاش جاو المحققين يفتشوا عليها لقاو غير التليفون كيوثق اللحظه اللي وقعت فيها هذه الحادثه المأساويه. في سنة 2025 واللي القضية باقا جديدة، يعني يلا وقعت العام الماضي، واللي دارت بوم السوشيال ميديا، وكنظن الأغلبية غيكون عارف هاد القصة. واحد الشابة الاسم ديالها فاليريا عندها 23 عام. هاد البنت كانت مشهورة في تيك توك وكاع مكسيك كيعرفوها بحكم أنها عندها آلاف ديال المتابعين. المهم كانت فاليريا دايرة واحد اللايف كتهضر مع المتابعين ديالها وهي في وسط واحد الصالون. هنا كنشوفوا فاليريا هزة واحد النونوس في يديها وكتضحك وكتقول باللي قالت ليها صاحبتها بلي شي واحد جايب ليها الهديه. هنا كلشي كان مزيان، كلشي كيبان عادي، ولكن فجاه هنا كنسمع شي واحد دخل عندها وبقى كيسولها وقال لها واش انت هي فاليريا؟ هنا ردت عليه وقالت ليه انا هي فاليريا. ولكن الصدمه مباشره موراها داك الشخص جبد الفردي وبدا كيطلق عليها النار حتى فارقت الحياه. ولكن هنا موراها من هرب داك الليفرو اللي قتلها كنشوفوا صاحبتها اللي ما دارت حتى شي ردة فعل، ما غوتات ما دارت والو، هزات التليفون ديالها وطفات اللايف. الشكوك ديال هاد القضيه خلات المتابعين ديالها والبوليس يشكوا باللي هاد صاحبتها مشاركه في الجريمه، او على الاقل كانت عارفه باللي شي حاجه غتوقع. وكاين اللي كيقول باللي هاد البنت راها واقيلا غير كتشوكات من داك المنظر وما عرفتش شنو دير، ولكن الاغلبيه كيقول باللي هاد صاحبتها عندها دخل في مقتل فاليري، حيت الحركات الجسم ديالها كانت كتبين باللي هي مرتاحه وما مخلوعاش نهائيا. هاد اللقطه ديال صاحبتها اللي بقات كتشوف هي اللي خلات القصه تولي مرعبه اكثر، حيت الغدر جاب من اقرب الناس ليها. ولكن الاسم اللي كيروج بزاف في التحقيقات والتقارير باللي اللي قتلها يقدر يكون هو ريكاردو الملقب بدوبل اغ. هاد الشخص قائد كبير في كارتيل وهو واحد من اخطر العصابات في مكسيك، والتقارير كتقول باللي فاليريا كانت عندها علاقه غير مباشره او كانت مستهدفه من طرف هاد الكارتيل، والعمليه دارت باحترافيه. ظهر بها القاتل بانه موزع الهدايا. لحد الساعه ما كاين والو، والمكسيك معروفه للاسف بالنسبه كبيره من الجرائم اللي كتقيد ضد المجهول او كيتعطل فيها القضاء، خصوصا فاش كيكون التدخل من طرف العصابات داخلين في القضيه. في عام 2017
واحد البنت سميتها ساتورا كانت غاده بالطوموبيله ديالها هي وصاحبتها عادي، فبحكم ساتورا عزيز عليها السوشيال ميديا ومهووسه به قررت انها تفتح لايف فيسبوك باش توثق داك اللحظه ديالها. هنا كنشوفوها فتحات لايف فيسبوك، في الاول كنشوفو ساتورا وصاحبتها كيغنيو وكيضحكوا عادي وكتقرا التعاليق اللي كيجيوها. ولكن الصدمه هنا الا ركزتوا مزيان غادي تلاحظوا صاحبتها ساتورا بدات كتحمس شويه وبقات كتزيد في السرعه ديالها حتى فجاه غادي تصطدم مع واحد اللوطو وغنشوفوا السياره تقلبات خطره وحده واللايف باقي مشعول وكيوثق داك الحادثه. ساتورا وصاحبتها للأسف فارقوا الحياة وخلاو هذا الفيديو كأكبر تحذير لكل واحد فينا كيتهور في الطريق. فهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فإلا عجبوكم بحال هاد نوعية الفيديوهات قولوها لي في الكومنتات وما تنساوش لايك واشتراك ونتشافوا في فيديو جديد.